صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا، وما تنسوش دول اخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب. اللهم امين. ما تنسوش تدعوا لبعض، وما تنسوش تدعوا لي معاكم دعوة حلوة بزار الغيب، ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات. احنا في ايام كريمة، ايام 9 من ذي الحجة، اكثروا فيها بقى من الطاعات ومن الصيام ومن قراءة القرآن. يعني اللي يقدر يصومهم يصومهم، واللي ما يقدرش يصوم حتى يوم عرفة، يعني ربنا يغفر لنا كل ذنوبنا. النهاردة هتكلم في الفيديو عن حاجات بسيطة خالص، وإن شاء الله يا رب أعرف يعني أوصل لكم المعلومة اللي أنا أقصد بيها من الفيديو هنا، يعني اللي أنا عايزة أوصلها لكم. أول حاجة، أنا عندي دايما في تلاجتي أو برطمان برا التلاجة كده في دقة أو حدق كده، دايما دايما ببقى سايباه كده لكل حاجة. يعني مثلا بتبل بيه سلطة، بتبل بيه طماطم، بتبل بيه بدنجان، سمك، اي حاجة بحتاج فيها دقة بتوم، فلفل، كمون، ليمون، كده ببقى مجهزاها. دايما بتريحني. فانا كان عندي الدقة دي من ايام ما كنا بنفرز التوم، وخدت منها معلقتين كده، وضفت عليهم رشة كمون، وكمان عصرة نص ليمونة زيادة كده، عشان انا يعني بحب الليمون في السمك كتير. وكنت غاسلة السمك بتاعي وبدعكه حلو جدا بليمونة كده من قلب كل سمكية ومن بره، بيبقى ريحته حلوة أوي، مبقاش فيه اي زفارة. اي نوع سمك جربوه كده بالطريقة دي، ادعكوه بليمونة من جوه ومن بره. وكمان باخد بقى جزء من التتبيلة دي او من الدقة اللي انا عاملاها دي. عبارة عن ايه ديت؟ دايما عندي في التلاجة، او ببقى عندي برطمان برا التلاجة لانه بملح. ملح عبارة عن توم مفروم، وملح وكمون وكزبرة، وأي حاجة من التوابل اللي أنا بحبها، بس السمك توم وليمون وكمون، توم وليمون وكمون. باخد بقى، ضفت على معلقة كمون وعصرة نص ليمونة. وبعد كده حبايب قلبي بجيب شنطة. الفكرة الأولى في الفيديو هنا إن أنا دايما سايبة عندي من الدقة أو الحدق ده. تاني حاجة، إني بجيب شنطة احط الدقيق بتاعي فيها وبعمل فيها السمك عشان ما بوظش مكاني. تالت حاجة، الزيت بتاعي يكون بارد مش سخن. كنا زمان بنسخن الزيت كويس جدا وننزل فيه بقى اي حاجة بنقليها، بطاطس، سمك، بدنجان، اي حاجة. والله صدقوني الزيت بتاعي الايام دي ما عادش زي زمان. دلوقتي بنحط الحاجة والله على البارد، عشان ما بتاخد وقتها كده بقى في السوا بتطلع مظبوطة. لو انتوا بتعملوا اي اوردرات اكل بيتي، لو مثلا كان مطلوب رز وسمك وسلطة، نجيب طبق الرز ده، كان رز بشعرية مش رز سمك، ومحطوط على كل طبق سمكاية، ومعاها طبق سلطة من دوت وطبق مخلل. المهم، الحمد لله الفيديو بتاعي كده يعتبر خلص. التلات افكار اللي انا كنت حابة اوصلهم لكم، دايما خلي عندكم دقة او حدق. حطوا السمك او اي حاجة بتعملوها بدقيق او اي كفر في شنطة تسهل عليكم تاخدوها ترموها على طول، وكمان الزيت يكون بارد. ما تنسوش بقى اعملوا متابعة للصفحة، وما تنسوش اللايك والشير، واثبتوا الصلاة على النبي في التعليقات، واكثروا بقى من الطاعات. واللي يقدر يصوم يصوم ويدعيلي وقت الفطار معاه. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.